يعني يقعد يمي، فاجى يركض حتى يقعد يمي، عثر بالسجاده وجهه كله دخل بالشوربه، فوجهه كامل احترق. يعني هذا الوجه اللي تشوفه كله تشوه 100%. فاتصلنا بالاسعاف، رحنا للمستشفى. المستشفى طبعا بالمستشفى تلقونا، سووا الاجراءات. احنا طبعا لا يم الله ولا يم اي شيء، يعني بهاللحظه نتكلم باللي قدامنا، يعني فاقدين انا وامه، واحد يأنب بالله، واحد يقول له انت وانتي وكذا. فتكلمت ويا الدكتور، قلت له دكتور يصير له عمليه تجميل او كذا؟ قال ما يصير له اي حل الى ان يكون عمره 18 سنه. وياي طبعا اكثر من 20-30 واحد من الاخوه العراقيين الموجودين في بروكسل، يعني الحج ابو شذا والاخوان كلهم في المستشفى. حولونا على المستشفى العسكري وهو مختص في كل العالم، يعني اول مستشفى بالعالم بالحروق. حولونا، اجت اسعاف خاصه خذته، دخلوا ايضا عمليات. نفس العمليه بالليل سالت الدكتور اكو لك الى حل، يعني يصير له حل، يصير له عمليه تجميل؟ قال ما يصير له اي حل الى عمر 18 نرقع وجهه، يعني وجهه كله تمزق، فطر هذا كله تكمش. درجه ثالثه كان حروق من درجه ثالثه. المهم فانا بهالاثناء انتبهت مع زوجتي، قلت لها تعالي احنا طلبنا من الامام الحسن سلام الله عليه، فنتوجه للامام الحسن، فما نعرف وين القبله. المهم صلينا باربع اتجاهات. انا شخصيا يشهد الله ورسوله صليت باتجاه من الاتجاهات، حسيت نفسي واقف فوق القاع، يعني مو وين القاع، فوق الارض. وفد حاله حسيت بيها لا حاس بيها قبل ولا بعد، يعني لحد هاللحظه حاله حسيت بيها. وقمت اتكلم ويا الامام الحسن وبتطاول، جساره وتطاول. اي فطلبت من الامام، قلت له يعني انا طلبت منك، ما لي دخل، اريده منك، يعني بعض الكلام ما اذكره. المهم قلت له انا اريده منك، انت كلفتك الان، لو انتم تثبتون انه انتم احنا نتبعكم واللي يقولوا عنكم انه هو هذا الصحيح، لو انا بعد حتى اطلع لا من صلاه ولا من دين ولا اي شيء، لانه انا هذا المستوى. المهم هذا الكلام بالليل طبعا كان الوالد بالسيده زينب تكلف بالدعاء بالسيده زينب والامام الكاظم والامام الحسين بعض الاهل والاخوه. الى ان بالليل الصبح ب8 دخلوا عمليات. طبعا الطفل هو وجهه كله مغطى يعني بس طالع جهاز من خشمه، بس كل شيء ما تشوف منه، بغرفة خاصة. إلى أن الساعة الصبح والدته بقت في المستشفى، أنا رجعت للبيت ورجعت لها. والصبح إحنا قاعدين أنا ووالدته بغرفة الانتظار، ودخل الدكتور ضخم بلجيكي وفلامون، يعني يتكلم اللغة مو الفرنسية الثانية، ويتكلم اللغة الفرنسية. فدخلوا نور الحسن للعمليات. بعد ما دخلوه للعمليات 15 دقائق طلع مذهول، شلون واحد مضروب بشيء ثقيل على راسه، هو ضخم يمشي ويهز براسه وبالفرنسي يقول شو كومبون ريان دي تو، يعني ما جاي يفتهم ولا شيء، انا ما جاي افتهم. احنا خفنا، قلنا الدكتور ايش بيه الطفل؟ قال لي ابنك كل شيء ما بيه. سبحان الله. قال لي احنا نزعنا عنا الغطاء، يعني هذه الكمادات من وجهه، لقينا وجهه كل شيء ما بيه، عباره عن قطعه حمراء. يعني شايف مرات واحد ينزل ويصير عليه دم ويشل يبقى اثر هذا الحمار، هذا الوجه كامل اللي كان محترق كله ما بقى منه بس حمار، نفس الحمار، يعني هو ابيضاني جميل بس الحمار. قال طلعوه، وبقى اثر واحد بسيط، يعني الا تركز كلش يلا تشوفه هنا عند رقبته، هذا اثر كلش بسيط، يعني الا تركز يلا تشوفه. فهذا قلت له علامه هاي من بركات الامام الحسن. وسبق ان كنت مشوف صور الدكتور اللبناني، فقال لي ما يصير له حل، وهذا شيوعي مو شيعي ولا مسلم. من ورجعت له مره ثانيه اخذت له نور الحسن حتى يشوفه، لان الدكتور البلجيكي قال لي سنه ما يشوف الشمس والا وجهه يتاذى. بالحرف الواحد قال لي هاي معجزه من الله. هذا قلت له دكتور انت تقول؟ قال ايه انا بحكي لك والله العظيم. دكتور شمعون موجود في افيني لويز، يعني دكتور لبناني معروف. وبركة الإمام الحسن حتى السنة ما انتظرنا، أخذته وطلعنا على السيدة زينب وعلى العراق بشمس العراق بحر العراق وطلعنا نور الحسن. بركات الإمام الحسن خير وصح. كرامة للإمام، يعني أعظم